عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. واول حاجه بس متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتعملوا لايك وكومنت، وتعالوا ندخل في الموضوع على طول. وانا جايلكم النهارده بحلقه 10 نصايح للكليه، او عامه في سنه اولى وانت داخل الكليه تكون محتاج ان اي حد على الاقل يرشدك تعمل ايه. حتى اول حاجه وهي اختياركم في الاصدقاء او في صحابكم او في المعارف اللي انتوا بتعرفوها في الاول. في نفس النقطه في البدايه، بس حقيقي للاسف ان دي اكتر حاجه حقيقيه. فما تيجوا تختاروا او تروحوا تتكلموا مع ناس كده ولا كده، دول مش هيعمروا معاكم من الاخر. يعني هما مش هيكملوا معاكم اكتر من سنه اولى. في سنة تانية هتطلعوا كل واحد هيكون تفكيره مختلف، مثلا تخصصات داخلية. في اول سنة انتوا بتبقوا مع بعض كلكم، بعد كده بتبدأوا تتخصصوا، او كليات حتى العملية ما بنحبش الخير بأمانة لبعض قوي. فنتجنب التعامل مع كله بيبقى اصحابنا عادي، بس ما نغوطش قوي. يعني من الاخر مش اي حد نقول عليه صاحب من اول ما احنا قعدنا معاهم او من اول ما احنا خرجنا قعدنا. يعني عامة الحاجات الفرحة دي احنا ما مش بنقول عليها ان هما كده بقوا اصحابنا واعز ناس وبيست فريند وكل ده. تاني حاجة فاهمين كويس جدا ايه اهدافنا. يعني انت داخل الكلية تبدأ تحدد اهدافك. التنسيق بيدخلنا كليات مكناش بنحلم بيها، عامة ده هيكون خير لينا فما تزعلوش. بس اهم حاجة خلاص ربنا حطك في كلية، فابدأ حط هدف. انت هتدخل من الكلية دي هتعمل ايه بعدها؟ يعني انت بعد الوقت ده هتعمل ايه؟ لان هي كده ولا كده الكلية يا جماعة 4 سنين 5 سنين، هي كلها كام سنة. وحرفيا للأسف الوقت ده كله بيطير هوا، بجد بيطير هوا. فلازم تبقوا عارفين كويس جدا ان انتوا داخلين كلية خلاص. احنا اوريدي مثلا اتحطينا في كلية كذا، فدي مش حلمنا اللي احنا كنا عايزينه، بس في نفس الوقت الحمد لله. فنبدأ نحدد هنا مثلا انتوا مثلا لو كلية عملية، فانتوا محتاجين ان انتوا تعرفوا كويس جدا معلومات عنها وتحددوا هدفكم فيها وتفهموا اكتر. انتوا لو غبتوا كتير ده هيأثر معاكم في الغياب ولا لأ. حددوا اهدافكم شخصية. شوفوا انتوا مثلا لو حابين تعملوا بيزنس جنب شغل جنب الكلية، مثلا حابين تاخدوا كورسات، انتوا لازم تعملوها الفترة بتاعت الكلية دي. تالت بوينت وهي المذاكرة. المذاكرة في الجامعة غير شوية مذاكرة في الدراسة عامة في ابتدائي واعدادي وثانوي بشكل عام. كل مادة انت كل فترة، يعني انت كل اسبوع بتاخد محاضرة من المادة، فانت بالتالي مش محتاج غير ان انت تذاكر باستمرار، بس كل محاضرة على الاقل تكتبها او تراجعها، حاجة شخصية ليك. وحاجات دي يا جماعة للأسف ان هي بتتناظر، اللي هو لما انت بتعمل كده باجتهاد شوية وحد بياخد باله بيبدأ يقول عليك ان انت دحيح. تمام. وركزوا كويس جدا ان اعملوا سيرش على المعلومات اللي الدكتور بيقولها. يعني دي معلومة ليكوا بقى، يعني اللي هو ايه، احنا بنكتب مثلا كل حاجة ورا الدكتور، وفي مثلا ناس بتعرف تسجل بس اغلب الدكاترة ما بتوافقش اصلا بحوار التسجيل ده. فمثلا انت كتبت ورا الدكتور، واغلب الوقت بنبقى بتكتب ورا الدكتور اصلا نقش فراخ حرفيا عشان بنكتب بسرعة جدا. فكل اللي انت محتاجه ان انت هتروح البيت تراجع اللي انت كتبته ده وتكتبه تاني من اول وجديد، بس بطريقة منظمة شوية عشان تعرف ترجع له تاني. يعني لكل جزء عامة بنبدأ نعمله ملخص، بحيث ان احنا لما نيجي نراجع يبقى احنا معانا مراجعة بتاعتنا، وما تعتمدوش عامة على كلام حد تاني غير الدكاترة. ولو انتوا حاسين انتوا واقفين في حاجة بتسألوا المعيد او الدكتور، تمام. وبتزودوا معلوماتكم من ان انتوا بتعملوا سيرش وبتقرأوا الكتاب اللي انتوا بتاخدوا منه اصلا المواد ساعة ونص. فانتوا قاعدين ورا الدكتور بتكتبوا، ممكن تجيبوا معلومات اكتر من اي حد تاني اصلا. غير كده الدكتور اوقات بيقول المعلومات في بين المحاضرات حرفيا ده اللي بيجيب منها الامتحانات، فركزوا. ندخل على نقطة او بوينت 4، وهي كنت لسه بتكلم فيها بس انا دخلتهم في بعض. متعتمدش على مواد الكلية لوحدها. انت لو عايز تاخد خبرة، مثلا انت لو مهندس وعايز تاخد خبرة في حاجات تانية تساعدك في سوق العمل بعدين، مش عايزاكم تتصدموا بس عامة الكلية مش هتخرجك لسوق العمل. تعملوا سيرش على اليوتيوب على جوجل، عندكم بصوا حرفيا عندكم كل حاجة ممكن تجيبوا منها دلوقتي معلومات يمكن اوفر بكتير من زمان. فاستغلوا الفرص دي وخدوا المعلومات. عندكم جوجل، عندكم يوتيوب، عندكم
ايا كان بقى، انت مثلا مهندس وعايز تاخد معلومات مثلا عن برمجة او مثلا في تخصصات بقى معينة، انت بتشوف كل تخصص هتدور. لو انت مدرس عايز تدور برضه في حاجات معينة لقيت، فانتوا ساعدوا نفسكوا عشان ما حدش هيجي من الاخر يساعدكم. هي كلية فكل واحد بيساعد نفسه. خامس نقطة، متأثروش بكلام حد خالص بقى. يعني اللي هو حد هيجي يقولك مثلا كذا كذا، او انت مثلا انت بتذاكر، انت بتكتب مثلا ورا الدكتور ايه ده انت دحيح، عادي مالكش دعوه، مع انك انت اصلا والله ولا هتكون دحيح ولا دحيح ولا حاجه، بس كل اللي انت بتعمله انت بتكتب معلومات ورا الدكتور عادي، ما تتاثرش بالكلام ده. حد هيجي يقولك مثلا لو انت في كليه عمليه، اصل انت رسمك مش احسن حاجه، اصل في حد احسن منك، او اغلب الوقت بيكون الدكتور عايزك تطلع احسن ما عندك، بس انت ممكن تكون في الوقت الحالي طلعت احسن ما عندك، بتبقى حاسس اللي هو انا جبت اخري. بس مع ذلك ما تتأثرش وعادي جدا، وخد اي كلمة هتتقالك خدها بطريقة ايجابية علشان انت ما تتأثرش، لان يعني كده كده محدش هيتعب غيرك. ندخل على بوينت 6، وهي ما تشتروش هدوم الجامعة كتير. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انتوا تجيبوا كام حاجة اساسية بس. يعني من الاخر البنات عندك بيزك توب، لو متعرفوش البيج فانا هسيب لكم الاكونت هنا، ده اساسي في الكليه. يعني خليكوا تجيبوا الحاجات الاساسيه، متقعدوش تجيبوا في حاجات من الاخر بتطلع موضه وبعد كده بتروح، وانتوا اصلا شخصيتكم نفسها بتتغير كل فتره. في حاجه البناطيل، حاولوا تجيبوا بقى بناطيل قماش سلوبيتات من دي، اي حاجه تكون واسعه، حرفيا تكون واسعه ومرحرحه، عشان انتوا في الاول بيبقى في حماس، بعد كده لو انتوا كلية عملية بتتعبوا لان انتوا بتنزلوا كل يوم. البناطيل القماش، وممكن تجيبوا بنطلون او بنطلونين جينز، لو في الغالب بيبقى عندنا في الدولاب، فاحنا نجيب القماش لو مش عندنا. والميلتون يا جماعة تحفة، تحفة حقيقي. كمان بامانة انا ما بحبهمش، بس ممكن حد تاني يحبهم اكتر، يحسهم عمليين اكتر، هما الجواكت الجينز والتيشيرتات. اهم حاجة برضو معاكوا تيشيرت، لان التيشيرت صيف شتا شخصيتك بقى ايا كان شخصيتك ايه هتحتاجها. بالنسبة للولاد يعني هو مهمش غير البنطلون والتيشيرت، فعادي تمشي الدنيا. سابع حاجة، وهي عيشوا حياتكم مع الكلية. بمعنى ايه؟ معنى يا جماعة ان انتوا بتخلوش الكلية بالنسبة لكم كلية وبس. لو انا هقعد 4 سنين في الكلية مش هعمل حاجة غير ان انا هروح احضر محاضراتي، اروح انام، اقعد اذاكر شوية، عادي احنا بنجيب امتياز من المذاكرة وكل حاجة، بس في نفس الوقت يعني ممكن نخرج، ممكن نروح تطوعات، حاجات تبع الكلية، حرفيا في حاجات كتير كده ممكن تعملوها. والتطوعات دي برضو بتديكوا خبرة، وانتوا مثلا لو حتى اشخاص انطوائية شوية بتعرفوا تتعاملوا مع الناس اكتر. عيشوا حياتكم مع الكلية، ما تعيشوش بس الكلية وحياة دراسية بس، فاهمين؟ وبرضو اعملوا شلة، على فكرة انتوا هتلاقوا شلة صحاب عادي، بس كلها، بس الفكرة احنا في الاول بنبقى كلنا متوترين، كلنا بنبقى نفس الشيء. تامن نصيحة عايزة اقولها لكم، وهي بقى دي اللي بقولكم ان هي مهمة جدا، ما تقارنش نفسك بحد، وبالذات في الكلية العملية يا جماعة. انتوا كل واحد بيبقى بيعمل حاجة بشكل، فكل واحد بيبقى ليه اسلوب. في حد بيكون عنده خبرة، في حد ما بيكونش عنده خبرة اصلا، في حد ما بيكونش عنده خبرة بس بيعرف يطلع حاجة كويس جدا، في حد دماغه كويسة فبيطلع تفكيره وطريقته حلوة من الاول. فما تتأثروش ولا تقارنوا بقى نفسكم بحد واصل هو احسن مني، لا، انت بتمشي في طريقك لوحدك، بتعمل اللي عليك وشكرا. يعني مفيش ابسط من كده. ما تحاولوش تصعبوا الكلية عليكم بجد. 9 نقطة، وهي بقى ما تتكلموش كتير. معنى كلام كتير غلطوا كتير برضو. يعني متتكلمش على حد وحش، متتكلمش على حد برضو حلو، ما تتكلمش اصلا. يعني خليك واقفة او قاعد في قاعدة مستمع اكتر ما انت بتتكلم. خليك مستمع اكتر ما انت بتتكلم، عشان حقيقي للأسف يعني المواقف في الكلية زي ما بقولكوا، في يعني انت متعرفش نية اللي قدامك، فانت ايا كان الكلمة اللي انت هتقولها دي حلوة ولا وحشة، لو بس ذكرت سيرة حد، اللي قدامك اللي بيسمع منك ده، حتى لو انت بتتكلم والله على نيتك، هياخد كلامك
ويترجمه زي ما هو عايز يترجمه، او يخترعه من اول وجديد ويروح يتكلم مع شخص تاني ويقول ان انت فلان الفلاني كنت بتتكلم عليه. فملهاش لازمه بامانه، وجع دماغ وصداع، فتجنبوا النقطه دي خالص. واخر نقطه، واللي هي اخر 10 نصيحه واخر نصيحه، هي بقى للطلاب المغتربين. فاي طالب مغترب اهم حاجه، ودي نقطه فعلا انا فهمتها دلوقتي، اي حد فيكم مغترب هيروح كلية بعيدة عن بلده وعن المحيط عامة اللي هو كان بيتعامل فيه وكده، لازم يبقى عارف كويس جدا اساسيات وكل حاجة في البلد اللي هو رايحها دي. معنى اسألوا بقى على اسعار المواصلات، حاولوا تستفسروا في كل حاجة ممكن، يعني السوبر ماركت، شوفوا انتوا مثلا هتقعدوا في سكن ايه، سكن الجامعة ولا سكن خارجي، اسألوا على المكان اسعاره، عشان والتكاسي مواصلات اللي هو ميكروباص وتاكسي، كل ده اعرفوا اسعارهم كويس جدا عشان ما يضحكش عليكم، لان للاسف المغتربين بيبقوا في اول سنه بالذات بيضحك عليهم ضحك يا جماعه بجد بالهبل. وحاول يعني حاولوا تكونوا شخصيه وانتوا بتتعاملوا، حتى وانتوا مش عارفين حاجه في البلد، حاولوا ان انتوا تتعاملوا، ما تخلوش اللي قدامكم الاخر يبقى حاسس ان انتوا مش من البلد فيستغلوكوا اكتر، فاهمين حاجه؟ فما تخلوش حد يستغلكم. فركزوا كويس جدا ان انتوا تبقوا عارفين كل المعلومات عن البلد اللي انتوا رايحينها ايا كانت هي ايه. يعني يحاول يتواصل مع حد اكبر منه، او في جروبات على فكره كتير جدا تعرفوا تتواصلوا مع حد من نفس كليتكم، بس سنه اكبر مثلا وكده. وانا يا جماعه موجوده لو اي حد حابب ان هو اي حد هيدخل مثلا في جامعه دمياط، اذا كانت في الجامعه نفسها او في تربيه نوعيه، انا موجوده لو عايزين تسالوني في اي حاجه. انا وبس كده. حقيقي انا حاولت اجمع بجد اكتر نصايح حقيقيه ومهمه، مش مجرد بقى سنه اولى ما تروحوش وهاتوا نوت بوك معاكم مش عارفه ايه. حسيت ان الكلام ده تقليدي وكله بيتكلم فيه، فهي مش حاجه جديده، بس انا حاولت ان انا اختصر معاكم اتكلم معاكم في اساس بجد اللي انتوا لازم تبقوا سامعينه كويس جدا. واتمنى لكم سنه دراسيه جديده ان شاء الله تكون كويسه وسعيده عليكم. متنسوش بقى تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا، هي اعملوا لايك وكومنت عشان لو وصلتوا لاخر الفيديو بعرف ان انتوا وصلتوا لاخر الفيديو. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الاكونتات التانية هحطوها لكم في اخر الفيديو، بس يا رب افتكر. ولو ما افتكرتش هكتبها لكم ان شاء الله في اول كومنت هيكون متثبت. وبس كده، باي.